فيلمنا بيبدأ بطفل صغير بيكون نايم وبيطلع عليه وحش كبير، وساعتها الطفل بيصرخ جامد لما بيشوف، والوحش نفسه بيصرخ هو كمان لما بيتخض منه، وبيتكعبل في لعب الأطفال اللي موجودة على الأرض. وبيطلع في النهاية إن ده تدريب للمخوفتية في شركة المرعوبين المحدودة. ساعتها الموظفة بتسأله عن الغلطة اللي هو عملها في التدريب، وبعدها بيدخل عليهم المدير ابو عنكبوت بيحذرهم انهم يسيبوا الباب مفتوح تاني، لان بالطريقة دي ممكن يدخل اي طفل، وبيقول لهم ان مفيش اخطر من الاطفال البشرية. وبعدها بنعرف انها شركة معمولة علشان تخوف الاطفال، علشان يقدروا يملوا انابيب بصريخ الاطفال، وبكده يقدروا ينتجوا الطاقة. بيقول لهم المدير ان هم لازم يكونوا مخوفتية بجد زي شلبي سلوفان. وبعدها بنروح لشلبي سلوفان وصديقه مارد وشوشني، وبنشوف ان مارد بيساعد دايما شلبي وبيشجعه على كل حاجة، وبيدربه كمان على اوضاع الشغل. بعدها بيظهروا اعلان في التلفزيون وانهم فعلا بينتجوا كمية طاقة كبيرة من صريخ الاطفال. ولما بيخرجوا الاتنين علشان يروحوا الشركة بنكتشف ان كل الناس عارفاهم وانهم مشهورين ومحبوبين جدا من الناس، وبرضو في الشركة بيكونوا معروفين. واول حاجة بيعملوها بيخشوا على موظفة الاستقبال واللي اسمها سالي، اللي بتكون في الاخر حبيبة مارد وشوشني. بيقول لها ان هو هيعزمها في مطعم اسمه كوابيس، وبعدها الاتنين بيطلعوا على اوضة اللبس، ووقتها بنعرف ان شلبي هو اللي حجز لمارد وسالي للمطعم، لانه مطعم معروف وغالي ومش بالساهل انك تتعشى هناك. وساعتها مارد بيشكر شلبي جدا، وبعدها بيظهر لهم الوحش اندل اللي بيتريق على مارد وشوشني، وبيقول لهم ان هو هيكسر الرقم القياسي في تخويف الاطفال. وبعدها مارد وشوشني بيروح للموظفة روز وبيديها التقرير بتاعه، وهي بتحذره انه ما يتأخرش في تقديم التقارير تاني. وبعد ما بياخد الورقة منها بيجهز البوابة والأنابيب، وبعدها بتظهر أبواب بيوت الأطفال. كل وحش بيدخل من الباب اللي قدامه علشان يخوف الطفل اللي جوه. الكل بيبدأ يستعد علشان يبدأوا شغل، كل وحش بيقف مع المساعد بتاعه علشان يدربوا على التخويف. وبعدها بيظهر في العداد ان شلبي محقق اكبر الارقام، وساعتها اندل بيتضايق. وبعدها بنشوف ان في وحش طالع من الباب الأوضة مخضوض، لان الطفلة البشرية اللي هو كان بيخوفها كانت هتلمسه وما كانتش خايفة منه. وساعتها العمال بيخفوا الباب ده خالص، والباب ده بيكون محظور. وساعتها المدير بيكون متضايق جدا وبيقول ان دول اطفال اخر زمن، انهم ما بقوش يخافوا من المخوفتية نفسهم. وبعدها اندل بيفكر ان هو حقق اكبر رقم، بس بيظهر في النهاية في العداد ان شلبي هو اللي حقق اكبر رقم. وبعدها بنشوف ان في مخوفاتي اسمه شكري بيطلع من الباب بتاعه. ساعتها المساعد بيعلن حالة الطوارئ انه اكتشف ان الشراب بتاع الطفل لازق على ظهره. وبعدها بنشوف المدير وهو بيتكلم مع شلبي وبيقوله ان اهله هما اللي كانوا ماسكين الشركة ديت، وانه مستعد يعمل اي حاجة علشان الشركة تفضل شغالة، وانه محتاجه علشان يدرب المخوفتية الجداد. ولما الشغل بينتهي بيفرح مارد جدا هو وشلبي ان هم عملوا اكبر رقم. وهم مروحين مارد بيقول لشلبي ان هو هيسهر اخيرا مع سالي، بس بيتخض لما بيفتكر ان هو نسى التقارير على المكتب. فشلبي بيقوله ان هو يروح ميعاده مع سالي وان هو اللي هيقدم التقارير. ولما بيروح المكتب علشان يجيب التقارير بيكتشف ان لسه في باب موجود. لما شلبي بيفتح الباب بيلاقيها اوضه فاضيه. لما بيقفل الباب بيكتشف بعدها ان في طفله ماسكه في ديله، ووقتها بيتخض جدا وبيقع على الارض. بيحاول ان هو يرجعها كل شويه لاوضتها بس بترجع له تاني. وقتها شلبي بيكون مرعوب منها، بس الطفله بتكون عايزه تلعب معاه. وقتها شلبي بيحطها في شنطه علشان يرجعها، بس بعدها بيلاقي اندل طالع من الاوضه بتاعت الطفله، فبيعرف ان اندل بيشتغل من ورا الشركة وقت اضافي علشان يحقق رقم اكبر منه. بعدها شلبي بياخد الشنطة وبيطلع يجري على مارد وشوشني وهو في المطعم مع سالي علشان يقول لمارد على المصيبة اللي حصلت. وهما بيتكلموا بتخرج الطفلة من الشنطة
وكل المخوفتية بيخافوا منها جدا وبيطلعوا يجروا في المطعم. فبعدها مارد وشلبي بياخدوها في الشنطة وبيهربوا. تظهر بعدها عربية مكافحة الأطفال والموضوع بينزل على التلفزيون. بعدها لما بيروحوا على البيت بنكتشف ان هو اخدها على بيته اللي بيكونوا خايفين ومرعوبين منها، بس الطفلة بتكون مبسوطة وبتلعب. لما الطفلة بتمسك اللعبة بتاعت مارد بياخدها منها فبتقعد تصرخ وتعيط. ساعتها الطاقة بتزيد والنور بيعلى، ومن كتر الطاقة الأنوار بتبوظ. بيكونوا مرعوبين ان البوليس يعرف ان هي عندهم في البيت من كتر الصريخ. فشلبي بيحاول يلعبها علشان تسكت، وبيخططوا مع بعض ازاي يتخلصوا منها. وبعدها شلبي بياخدها علشان تنام، والطفلة بتكون خايفة من الباب لانها مفكرة اندل هيطلع لها تاني من الباب. فبيفضل شلبي قاعد على الباب علشان يطمنها. بعدها شلبي بيقول لمارد ان هما يجربوا يدخلوها تاني من نفس الباب بتاعها. فمارد بيقول لشلبي ان هما لازم يعملوا لها لبس تنكري علشان تقدر تدخل الشركة. وتاني يوم الصبح لما بيروحوا الشغل بيلاقوا البوليس منتشر في الشركة كلها. ولما المدير بيشوف الطفلة مارد بيقوله ان دي مخوفتية معاهم، وبيروحوا بعدها علشان يجيبوا شفرة البيت بتاعها. بس مارد بيجيب شفرة ايه بابه وخلاص علشان يدخلوها ويخلصوا منها، بس شلبي بيرفض وبيتخانقوا مع بعض. بعدها الطفلة بتختفي وشلبي ومارد بيقعدوا يدوروا عليها. وبعدها اندل بيشوف مارد وبيسأله على الطفلة. وبعدها مارد بيقوله ان هو لو ما كانش بيغش في الشغل ما كانتش الطفلة دخلت الشركة. بعدها شلبي بيدور على البنت وفي الاخر بيلاقيها وقعت في الزبالة. واول ما بيشوفها بياخدها في حضنه لانه بيكون قلقان عليها بجد. وشلبي بيناديها باسم بو. ولما مارد بيفتح باب الأوضة شلبي بيرفض انه يدخلها. واول ما بيدخل مارد الأوضة بنلاقي ان اندل خطفه. وقتها شلبي بيبين ان هو مستخبي. وقتها البنت بتسرح وبتلعب وبتدوس على حاجة على الحيطة. بعدها بيظهر ان هو باب وبيتفتح، وبنروح لاندل اللي بيسأل مارد على مكان البنت. وساعتها شلبي وبو بيكونوا بيبصوا على مارد من بعيد وزعلانين، واندل بيبقى عايز يخوفه بجهاز الكهرباء بس شلبي بيتدخل على اخر لحظة. وبعدها شلبي بياخد مساعد اندل وبيكتفه على الكرسي. ياخد وقتها مارد وبيطلعوا يجروا، بس في وقتها المدير بيشوف البنت وبيكون مرعوب منها. بس بعدها بيشيلها وبيقولهم ان هو هيرجعها تاني. بس في الاخر بيطلع ان دي تمثيلية مع اندل. بيفتحوا في النهاية باب اوضة بتكون مليانة تلج وبيرموا فيها مارد وشلبي. وقتها بيظهر لهم مخوفتي اسمه المنفي لان هو اتنفى هناك. وبيعرفوا من المنفي ان في قرية فيها اطفال. بتجيلهم فكرة عشان يرجعوا للشركة من تاني ان هم يدوروا على القرية ويدخلوا من باب طفل فيها. بس الفكرة مش بتبقى عاجبة مارد لان هو بيبقى خايف على شلبي من الطفلة لان هو اتعلق بيها جدا. فشلبي بيقرر ان هو يروح لوحده. وبعدها بنشوف ان اندل مسك الطفلة وربطها على الكرسي. هيحاول يخوفها علشان الصريخ بتاعها يعملوا منه طاقة علشان نقص الطاقة اللي حصل في الشركة الفترة الأخيرة. بس المدير بيكون متضايق لأن أندل مش عارف يخوفها، إن شلبي أشطر مخوفاتي عنده في الشركة. بس بعدها بيظهر شلبي وبيكسر الجهاز عليهم. بياخد بو وبيطلع بره. وبعدها بيظهر مارق اللي مرضاش يسيب شلبي لوحده ومشى وراه علشان يوصله. وبيقعدوا بعدها يدوروا على الباب بتاع بو. في الوقت ده بيكون خلاص هيتقبض عليهم. بنشوف بعدها ان مارد معاه شراب من الاطفال فبيرميه عليهم علشان يخافوا ويطلعوا يجروا. في الوقت ده شلبي بياخد بو بس المدير بيطلع وراه، وبيعرف شلبي ان هو يرجعها اوضتها من تاني. وقتها المدير بيقوله ان هما لازم يخطفوا الطفل علشان مصلحة الشركة، وبيتعصب جدا على شلبي. بس في النهاية بتطلع ان دي مش اوضة بو، ان دي اوضة التدريب اللي هما بيتدربوا فيها. والناس اللي برا الاوضة سمعوا المدير وهو بيقول كل حاجة. في النهاية بيرجع شلبي بو لاوضتها الحقيقية وبيودعها وهو حزين جدا. في النهاية بيسيبها ويمشي. وبعدها اللي في الشركة بيدخلوه في آلة بتدمر شلبي. وفي الاخر بنشوف ان بقى في نظام جديد في الشركة، انهم بقى ياخدوا الطاقة من خلال ان هم يضحكوا الاطفال، ان خلاص كل المخوفتية ما بقوش يخوفوا الاطفال. وقتها مارد بيعمل اعلى درجة وشلبي بيسقف له، بس شلبي بتكون بو وحشة جدا. فمارد بيقوله ان هو عامل له مفاجأة جميلة، وبياخده على باب اوضة بو وبيقوله مارد ان هو اخيرا صلحه.
الوقت ده بتظهر اخر قطعة كانت مكسورة من الباب واللي موجودة مع شلبي، وبيقدر شلبي في النهاية ان هو يرجع يشوف بوم من تاني. لو عجبك الملخص اعمل لايك واشترك في القناة علشان يوصلك الملخصات الجاية كلها.